ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الخضرة بقى رخيصة اليومين دول، طبعا كلنا عانينا الفترة اللي فاتت من اسعار الخضرة. جبت شوية كده ب40 جنيه، وجبت ايه 6 كيلو طماطم، الكيلو ونص ب10 جنيه. بصوا بقى، انا كده لما بنزل السوق بحب اجيب كميات كده على قدي، واخزنها واحدة واحدة لغاية ما اوصل بقى لتخزينات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. 3 كيلو فاصوليا، الفاصوليا بقى بايه؟ جبتها النهاردة الكيلو ب10 جنيه. حلوة زي ما انتوا شايفين كده، غسلتها وصفيتها، وبشيل كده الايه الطرفين، وابدا اقطعها على 3 كده. التقطيعه اللي انت حابه تعمليها يا ست الكل اعمليها، انا بقى بحبها كده. هقطعها بقى معاكم، وتعالوا بقى نقول على سر بقى ايه اللي تخليها معاكي طول السنه اخضر باللون ده. بصوا بقى طريقه تخزين كده حلوه وسهله وبسيطه. اول حاجه كده هبدا زي ما احنا ماشيين كده بالترتيب. الاول الخضره كده انضفها كويس، وانطر منها اي حاجه كده، واروح حطها في ايه، في حاجه واسعه، اغسلها مره واتنين وتلاته. ومن ضمن المرات الغسيل اغسلها كده ايه، معلقه خل كبيره، واصفيها بقى كويس بمصفى، وارجع تاني كده بفوطه كبيره او ملايه. انا جبت ملايه وفردتها، ونشفت الخضره بتاعتي كويس وقطعتها. وهقول لكم برضو على سر تخزينها. يلا بينا بقى بعد ما انضفها كويس. انا ما بقطعش العيدان كده الا بعد ما بغسلها. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. خلاص كده بقى انا هحط الخضره بتاعتي انقعها كده 10 دقايق، واغسلها زي ما بقول لكم كتير. يلا بقى الطماطم غسلتها كمان وقطعتها كده نصاص، حطها على النار بدون ميه، هدي عليها البوتاجاز. وبعد ما ايه ما تغدل معايا اضربها كده بالهاند بلندر زي ما انتوا شايفين. وكده بقى بعد ما ضربتها، او بعد ما تغدل معاكي، ما عندكيش بقى الجهاز دوت، هتروحي بقى فرماها في الخلاط بعد ما تبرد معاكي. وارجع تاني بقى اصفيها بنفس الطريقه كده عشان اسهل على نفسي. وكده بقى اسيبها تاخد غلوتين 3 كده تتسبك مع نفسها. انا يا جماعه ما بضيفش اي مكونات تانية على الطماطم، ولا فابريكا ولا ايه، ولا فلفل احمر. انا بسيب الطماطم بتاعتي كده، وبعد ما باجي استعملها الوصفه اللي بحب احط عليها اضافات، بحط عليها اضافات. وكده هخلص بقى كل الكميه معاكم بالشكل ده. واسيبها زي ما قلت لكم كده تغلي مع نفسها لغايه ما تتسبك وتهدى. وبعد كده هنعبيها بقى في اكياس ونشيلها في الفريزر. حبه في حبه تعملي كل شويه تخزني حاجه، سبانخ، تخزني فاصوليا. هتبص تلاقي الفريزر بتاعك اتملى يا ست الكل، ومش هتقفي وقفه كبيره. يعني كل ما تبقي ايه، كل يومين ثلاثه كده معاكي 100 جنيه، هاتي شويه الطلبات اللي انا جبتهم ب 100 110 كده، وايه وهتصلصي وهتخزني حاجات لرمضان. الخضره بتاعتي بقى نشفت كده وخرطتها. وتعالوا بينا بقى نخزنها زي ما انتوا شايفين كده. بروح جايبه الكيس، حاطه ايديا في قلب الكيس كده، واخد كبشه بقبضه يدي. فاهمين انتوا؟ كبشه بقبضه يدي كده. اروح واخداها، واروح بقى ايه عامله كيس كده. حابه بقى ايه اللي حابب بقى يفرد الخضره خالص يفردها، بس انا بقى بحب اكمرها كده، اطلع منها الهواء زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. ماشيه معاكم واحده واحده عشان تشوفي الخضره تدنها معاكي طول السنه خضره باللون ده. بصوا بقى حبايبي كده كمرتها. وكمان هجيب سنه سلوتيب صغير كمان كده، اروح ايه قافلاها. اخلص بقى معاكم الكميه بالشكل ده كده. هتحطي ايديكي في قلب الكيس، تاخدي قبضه بيدك كده، وتروحي ايه عاملاها على حسب الاكله بتاعتك يا جماعه. بصوا انا خدت الكميه بالشكل ده كده. واروح بقى بعد ما اخلصها بقى معانا، عايزه اقول لك ما فيهاش سنه ميه طبعا، منشفينها في مصفينها في مصفى، ومنشفينها انا في ملايه كده منشفاها لغايه بقى ايه ما نشفت مني خالص. لو فيها ميه هتسمر معاكي، ولو فيها هوا هتسمر معاكي. لازم تطلعي منها تصفي الميه ايه، وتطلعي منها الهوا بالشكل ده كده. خلصت الكميه بتاعتي. وتعالوا بينا بقى ايه نعمل فيها حركة تانية. زي ما قلت لكم كده انا لفيتها بسن السلوتيب كده عشان اقفل عليها. اجيب كمان كيس من اكياس التلاجة، والمها فيها كده، واربط برضو الكيس، واشيلها بقى في الفريزر. تعالوا نشوف بقى الطماطم كمان بعد ما صلصناها وعبيناها في الكياس وبردت خالص، عبيتها في الكياس حسب الاكله بتاعتي. وكده بقى ايه الخضار بتاعي. تعالوا بقى الفاصوليا كده قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. التقطيع زي ما انت ايه حابه تقطعي قطعي. بصوا بقى ميه على النار كده، قبل ما تغلي الميه، قبل ما تقلب كده في الغليان. شايفين انتوا بالشكل ده كده؟ انا خلاص هطفي بقى البوتاجاز،
وتعالوا بقى هي لسه ما قلبتش في الغليان. طفيت انا البوتاجاز بالشكل ده كده. هنزل بالفاصوليا واجيب اي معلقه واقلب، اخلي الفاصوليا بتاعتي دي تطول كل الميه السخنه اللي معايا بالشكل ده كده، عشان تخلي معاكي الفاصوليا خضرة واللون الجميل ده طولة السنة هتبقى معاكي بالشكل ده كده يا جماعة. شايفين؟ عايزة اقولك انا طافية البوتاجاز، هتقعد حوالي عن 3 دقايق بالظبط. هتجهزي بقى مية جارية عندك وتصفيها على طول تحت مية جارية، او عندك قطعتين تلج كده في مية. عايزة اقولك لازم تنزل في مية ساقعة علشان تدنها خضرة معاكي باللون ده. خلاص يلا بينا بقى نصفيها، وتعالوا بينا بقى ايه نخزنها كده بقى زي ما بقولك كده ب100 110. هتروحي ايه مخزنه شويه خضار كده، كل ما تنزلي السوق وتلاقي معاكي 100 جنيه متوفره، هاتي شويه خضار حبه في حبه، هتلاقي الفريزر بتاعك اتملى رمضان. كل سنه وانتم طيبين. خزنا الفاصوليا وخزنا الخضره وخزنا شويه طماطم، واشوفكم على خير واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.